السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب جميعا تكونوا بخير. كتير بقى الأيام دي النفوس اتغيرت وبقت سودة كده، سواد السواد جوه. فاحنا مش واجب علينا اللي احنا نستحمل، لا، نعتزل ما يؤذينا ونعيش حياتنا. هو ده الصح. نعيش حياتنا ازاي؟ نخرج، نتفسح، نتعرف على ناس جديدة، نشتغل، نكافح. ما نحطش بقى الناس دي في دماغنا، علشان آخرة الدخول المواضيع دي في دماغ الواحد بتدمر الواحد. تمام. بلاش بقى حتة اللي انت فتح الصدر ده للناس، ويطلع في الآخر قليل الأصل وتندم على أي حاجة عملتها له. فريح دماغك خالص وتجنب الناس دي. بلاش جدال خالص. لما تلاقي واحد قدامك مش فاهم وهيقرفك في عيشتك، قول حاضر وطيب وهز دماغك كده، صدقوني والله هترتاحوا جدا جدا. حاضر وكده. تمام. بلاش جدعنه مع قليل الاصل، ده تركنوه على جنب. حب الخير بقى لكل الناس. زي ما بتتمنى لنفسك اتمنى للناس، ساعتها والله ربنا هيديك اضعاف اضعاف الخير اللي انت اتمنيته للناس. وتعمل ايه تاني؟ وتصدق. تصدق، بص، كل واحد على قده. حتى لو طلعت جنيه على قدك. الصدقة دي مش عايزة اقول لكم بتعمل ايه للذنوب، وذنوب البني ادم بتبقى كتيرة. تمام. فصدق، اطعمه. انتوا عارفين لو كل واحدة عملت الاكل بتاعها سواء فطار او غدا، والفطار تفضل منه ساندوتش، تلفيه لفة حلوة كده اهو وتديه لأي حد محتاج، يا سلام. ولا الغدا اتبقى منك شوية رز وشوية خضار، وسيبي مثلا نسرتين تلاتة مثلا من عندك، وحطيهم في طبق حلو كده وغلفيه تغليفة حلوة كده واديها. اصل انت مش لازم اطعام اللي انت تعملي وجبات كتيرة، لا، على قد حالك اعملي اللي تقدري عليه، تعملي وتفرجي بقى على ثواب ربنا قد ايه ليكي. جربوها والله ومش هتندموا، وعن تجربة. السلام عليكم.